في ناس ما بتروحش للدكتور غير لما تتعب، وفي ناس تاني بتسافر لحد آخر الدنيا علشان تدور وتستفسر وتسأل إزاي البني آدم يقدر يعيش لحد 100 سنة. معايا ومعاكم النهاردة مؤسس بلو زونز ويلنس السيد الأستاذ طارق برجاوي. وعندي رسالة عايز أقولها للناس: طول ما أنت عايش عندك فرصة. قول لي اتعلمت إيه بالطريق الصعب؟ إنه أنا عايز أعمل فلوس اللي بعملها للناس دي ليا أنا. يعني من واحد جايب 52% لحد ابتدى يبقى عنده MBA وماستر. يعني لو دخلت مثلا أنت لايف في التيك توك لواحد انترتينر هتلاقي عنده بال50,000 و60,000. تلاقي واحد مثلا دكتور هتلاقي عنده 200-300. طب ما اللي انت بتقوله ده يمكن واحد من أهم أسرار النجاح اللي دايما الناس بتتكلم عنها. ايه هي البلو زونز اصلا؟ الناس بتعيش فترات طويلة أكتر من 100 سنة وما بياخدوش أدوية ولا بيروحوا الدكاترة وعايشين في طبيعة كده جميلة. محدش فيهم بيلعب رياضة، ما عندهمش جيمات. فأنا نفسي أعمل حاجة اسمها اليلو زونز وأشوف الناس اللي عايشة هنا. انا عجبتني الحركة بركة. الشركة اللي انت أسستها او البيزنس اللي انت أسسته طالع من معاناة التجربة الشخصية، فما يبقاش في جهة فرض رأي على جهة. هسأل آخر سؤال، هل شايف ان ال AI خطر؟ في ناس ما بتروحش للدكتور غير لما تتعب، وفي ناس تاني بتسافر لحد آخر الدنيا علشان تدور وتستفسر وتسأل إزاي البني آدم يقدر يعيش لحد 100 سنة. معايا ومعاكم النهاردة مؤسس بلو زونز ويلنس السيد الأستاذ طارق برجاوي. أهلا وسهلا بيك. أهلا يا أندرو، أهلا بيك. اتشرفنا بيك خالص النهاردة. لا والله الشرف لي، شكرا لي. قبل ما نروح لبلو زونز ويلنس وقبل ما نروح للسوشيال ميديا، عايزين نعرف هو مين طارق برجاوي. أنا طارق برجاوي يعني إنسان أبحث عن حلول بالذات في موضوع الصحة ده. أوكي. فبقالي فترة بدور عشان خاطر ألاقي حلول حلوة، يعني حلول فعالة وتنفعني أنا شخصيا عشان أقدر أنفع بيها الناس. لأن أنا بقصة البلو زونز بدأ معايا من مرض، كان اكتئاب ومشاكل في المعدة ومشاكل تانية كتير يعني. بس كان في المجمل إن أنا كنت في فترة كده من 3 سنين تقريبا، منهم سنة I'm struggling mentally ومنهم سنتين باخد أدوية ومستراجل mentally وفيزيكلي بقى. أوكي. يعني تخنت قوي وبقى ظهري وجعني وركبتي وجعني وبقيت ليزي، وانا عمري ما كنت ليزي في حياتي. ففضلت ادور على حلول علشان خاطر ارجع لحياتي تاني، طبعا باذن رب العالمين. يعني كان اول الطلب يعني من ربنا. وبعدين من بقى القصة دي انا اسست البيزنس بتاعي مبني على الحاجات اللي اشتغلت معايا انا شخصيا. فنقدر نقول انه الشركة اللي انت اسستها او البيزنس اللي انت اسسته طالع من معاناة التجربة الشخصية. بالظبط. اوكي. وكله دوكيومنتد يعني هتلاقيه. بس انا طارق يعني بعتبر نفسي انسان عادي جدا، اب ال4 اولاد. اوكي. ربنا يخليك. مصري لبناني بريطاني. اوكي. مصري لبناني بريطاني. نعم. اوكي. وعندي رسالة عايز اقولها للناس انه انت كان تقدر تبوظ الدنيا وتتكسر حتت وسنك كبير وترجع تاني احسن واقوى من الاول وافيد وانفع من الاول. فانه ما حدش يفقد الامل في اي حاجة. طول ما انت عايش عندك فرصة. طول ما انت عايش فدي عندك فرصة. ده انا ورسالتي وانا جاي من تحت الانقاض بعد ما كنت في مكان كويس جدا 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 في الكوربريت. فيعني مريت بازمات وحبيت اشارك الناس بالازمات ديت و ريكفرد. يعني حتى ما اتكلمتش قبل ما انا اقف على رجلي، فاهم. اوكي. وبعدين الحمد لله بقى موري الرحلة بتاعتي وكل يوم بتقدم واي حد يقدر يعمل كده. حضرتك قلت كمان دلوقتي موضوع انك كنت في الكوربريت. يعني انا عرفت انك كنت في ماريوت وانتركونتيننتال، ومن ماريوت وانتركونتيننتال لرحلة طويلة لحد ما اسست البيزنس بتاعك. صحيح. لو انا اسست يمكن 3 بيزنس قبل ما اوصل لده. احكي لنا ايه موضوع ايه اول بيزنس انت اسسته، وايه اللي خلاك تفكر واحد اصلا موجود في الليفل بتاع انتركونتيننتال او حتى في الماريوت وانه يتحرك من الكوربريت من الحتة دي انه يروح ياخد القرار انه يروح يعمل بيزنس. مجبر اخاك لا بطل. طبعا انا جالي في مره كده، مش هذكر اسم الفندق يعني، بس في مره عملنا ارباح كبيره قوي. اوكي. وانا كنت شاطر قوي في شغل الحمد لله رب العالمين. فتقريبا عملنا ارباح تقريبا 4 مليون درهم. اوكي.
مش ارباح عفوا، يعني above my budget. يعني عندي بادجت كبيره قوي ومحدش بيحقق بادجت اصلا في الوقت اكسترا ده. بروفيت يعني. فكان اب سيلينج وارد ريفينيو ستريمز وكده. فقاعد بقى انا في الابريزل بتاعي في اخر السنه، فقالوا لي ايه بهزار يعني جود بوي، وهنديك مش عارف كام في المية اسمه ايه ده، كام في المية باي رايز يعني. ما حدش قال لا لك شيرز تاخد ايه شيرز؟ مستحيل، لان هي مؤسسه كبيره يعني. بس انا توقعت فلوس انا عملت I mean profit share يعني. يعمل اي حاجه. انا كنت هقبل باي تقدير مالي غير اللي هم قالوه. بس لا انا مدت، لا انا اقول لك اصل مثلا الاف ام بي داون، طب انا مال انا بتاع رومز ومكسرين الدنيا، فاهمني؟ فانا انا فكرت ليه ادفع ثمن اخفاق حاجه تاني، حد تاني، اداره اخرى او حد تاني او كده. فالموضوع كان ضايقني، ومن ساعتها انا ما خدتش قرار. بس نورت لمبه في دماغي انه انا عايز اعمل الفلوس اللي بعملها للناس دي ليا انا. يمكن لما بقعد مع ناس كتير وصلوا لاماكن كبيره في شركات كبيره، دايما بيبقى عندهم نفس الاجابه بتاعت انا اكتشفت اني ممكن اعمل النجاحات دي بس لنفسي. انا ساعتها ما اكتشفتش حاجه بقى، انا ساعتها بس نورت اللمبه. وبعدين سبحان الله يعني احذر ما تتمنى، علشان انا بعدها بشويه دخلنا في كوفيد. ولما دخلنا في كوفيد القطاع يعني شبه انهار. I was made redundant. وحققت بقى الأمنية بس ايه بس الهارد واي يعني. وبعدين خرجت بقى من الكوربريت ان انا معتقد انا خلاص انا اموري طيبه يعني، عندي عيالي في المدارس. الفندق بيدفع المدارس، بيدفع لي الايجار الفيلا بتاعتي، عربيتي يعني مصروفها كلام فارغ. واموري طيبه، كل حاجه مدفوعه. انت امورك تمام. ايه اللي خلاك هم اللي خلوني بقى مشوني. هم اللي مشوني عشان خاطر لما جت الكوفيد ما بقاش فيه دخل. اوكي. وانا وناس كتير على فكره راحت يعني، بس كل الناس اللي راحت من الفنادق معظمها يا اما راح بنوك، يا اما رجع تاني الفنادق، يا اما راح مستشفيات. انا بقى حلفت ما هرجع تاني وخدت الطريق الصعب بقى. فهنا بدأت رحلة البيزنس بتاعتي. قول لي اتعلمت ايه بالطريق الصعب؟ اتعلمت كتير قوي. اتعلمت اتعلم. دي كانت اهم حاجة اتعلمتها، وانا بتمنى كل حد يشوفنا يتعلم. حلو ده. لانه اتعلمت اتعلم. انا بص مثلا انا داخل بيزنس ما اعرفش عنه حاجة، وداخل خلاص انا ما عنديش حل، مش هشتغل موظف، انا عندي مصروف كبير وعندي مسؤوليات كبيرة، فانا لازم اعمل فلوس كتير. فما ينفعش فاهم اقبل بوظيفة اقل من الدخل اللي كان بيدخل لك. مش شرط اقل، بس اقل من اللي انا محتاجه. It doesn't make sense يعني. فابتديت اعمل بيزنس. كنت يعني اسست شركة تخدم شركة واحد صاحبي في انجلترا. هو مطور، فانا عملت له سيلز ارم. وانا ولا بتاع مبيعات ولا بتاع عقارات ولا بتاع نيلة، انا بس هو ده اللي موجود خلاص. يلا. فبقيت اتعلم ازاي اسس شركة، عشان انا محتاج اسس شركة. وانا جوه الشركة انا عايز اعمل ماركتينج عشان اعرف ابيع. فبقيت اتعلم ماركتينج عشان انا هو مفيش غير انا ومعايا limited resources، فانا لازم اعملها. اي حاجة بقى اقدر اوفرها عشان نبدأ البيزنس واقف على رجلي كنت بعملها بنفسي. فقعدت اتعلم بقى اتعلم. وبعدين لما ابتديت اشتغل في المجال بقى يقول لك مثلا في ناس تحسب الحسبة بتاعت العقار يعني بالسكوير فوت، ناس تحسبه بالسكوير متر. ترمينولوجي بقى جديدة عليا. فقعدت أذاكر لحد ما بقيت أقدر أتعلم أي حاجة في أي وقت، أي حاجة. I will jump من الحتة دي. بما إنك بتقول اتعلمت إنك تتعلم وتعلمت إنك تذاكر، فمعنى كده إنك ممكن تكون نيرد. شايف نفسك نيرد؟ ولو شايف نفسك نيرد قول لي شايف نفسك نيرد في إيه؟ بص أحكي لك قصة. احكي لي قصة. في 3 مراحل تعليمية في حياتي. أول مرحلة ان انا كنت طالب، عارف الطالب اللي هو بيقول لك ايه، هو ذكي بس لعبي. ده احنا في العالم العربي ده النرد. اوكي. فانا هو لازم يبقى بيلقطها وهي طايره. انا مش هقعد عشان اذاكر، بس انا هفهم.
فانا كنت لعبي جدا وليزي جدا في حته المذاكره بالذات، وهوائي جدا بقى ذاكر اللي انا عايزه بس. يعني انا كنت متفوق مثلا في مواد، ومواد تانية ما جاتش معايا خالص. وبعدين انا اصلا ما بحبش ولا كنت الرياضيات ولا كنت بحب العلوم، ودخلت علمي عشان كنت معجب بواحده دخلت علمي. اوكي. بس وصلت ثانويه عامه اصلا وجايب 52%، يعني لما نجحت. اوكي. وفي الجامعه كنت واخدها كده بس. ماشي. كنت مساعد مدير انتاج في شركه عالميه في مصر، شركه اعلانات، كانت شركه قويه جدا، كان مؤسسها الدكتور جمال مختار. اوكي. وكان عندي موظفين 5 وهو كان بيعلمني بقى، فانا كنت اشطر من كل الناس اللي معايا في الجامعه في البراكتيكال سايد. اوكي. فحته نيرد دي فانت نيرد عملي. ده النشأة بقى، البدايه. بعدين لما كبرت شويه على سن 26 سنه بالظبط، ابتديت عايز احسن وضعي بشكل سريع، علشان عايز بقى، كنت اتجوزت وعايز اخلف وما اعرفش ايه، وانا بحب ان انا اتقدم طول عمري، بحب اتقدم. فكنت بذاكر كل حاجه تخليني اتقدم بس في اطار ضيق جدا. بس كنت ببقى متفوق، لان انا خلاص انا لازم اقعد اذاكر علشان خاطر انا محتاج ترقيه بعد 6 شهور، فلازم يكون عندي شهاده مثلا معينه. كان ساعتها الفوكيشنال تريننج في انجلترا، وانجليزي بتاعي يتحسن وما اعرفش ايه. فذاكرت بقى في الوقت ده، وفضلت بقى اذاكر كل اللي ينفعني في مجالي لحد ما بقيت اكسبرت في حاجه واحده. وده كانت مشكله كبيره، علشان لما طلعت براها لقيت بقى، عارف اللي هو ايه، اللي هي الهوسبيتاليتي. فضلت ادرس بقى اداره وهوسبيتاليتي، وطبعا في ترانسفيربل سكيلز مهمه جدا نفعتني. بس لما بقى وصلت للليفل اللي انا قلت لك عليه ده، ان انا بقيت بقيت اتعلم كل حاجه ممكن تنفعني على المستوى الشخصي، على مستوى ان انا انمي طارق كفرد كبني ادم. اوكي. وان انا انمي بقى مهاراتي علشان خاطر يبقى ليا سعر في السوق العمل، صح، في غير مجالي اللي انا اكسبرت فيه. اوكي. انا عايز نقول للشباب الصغيره انه مش شرط علشان انا وصلت ان ابقى سوري قطعك، ماشي. وبعدين عملت ماسترز بقى في الاخر. اوكي. انا عايز انا مهتم اسمع الحته بتاعت الماسترز. لقيت ان انا لما خلاص يعني ابتديت ان انا استابلش بيزنس واشتغلت شويه وما اعرفش ايه، حبيت اتعلم اكتر بقى بيزنس من الناحيه الاكاديميه. يعني من واحد جايب 52% لحد ابتدى يبقى عنده MBA وماستر. طبعا الحمد لله، الحمد لله. انا عايز لازم الناس تبقى عارفه عشان كده ان انا حبيت احكي لك الحكايه، لانه برضو هو جزء من رسالتي. ان انت في واحد مثلا ممكن يجيب 52% وبعدين مثلا يقول لك خلاص انا ما جاتليش كل اللي انا عايزها فهعمل حاجه يرضى، فاهم؟ بس لا، انت تقدر تتعلم طول ما انت عايش. ده غير ان احنا اصلا في عصر المعلومات، وي ار ايج اوف انفورميشن. للاسف الموضوع ده مضايقني جدا، انه الناس جزء كبير منها الا من رحم ربي بيبقى عايز المعلومه جايه له طايره على الجاهز، منقوصه بقى، مغلوطه، مسيسه، فاهم، موجهه. هو مش فارقه معاه، المهم ما يتعبش. مع انه في التليفون اللي بيقعد يقضي فيه 2 و3 و4 يتفرج علينا وعلى ناس تانية يعني اقل فائده، وناس اهم منا طبعا. بس يعني هتلاقي، يعني لو دخلت مثلا انت لايف في التيك توك لواحد انترتينر بشكل معين، للاسف في مصر هتلاقي عنده بال50,000 و60,000. تلاقي واحد مثلا دكتور هتلاقي عنده 200-300. فالسواد الأعظم رايح بيضيع وقت، يضيع عمره كده، مع إنه نفس التليفون أو نفس الكمبيوتر أو نفس التولز اللي عنده يقدر يعرف أي حاجة في الدنيا. صح، أي حاجة. يعني ما بقاش في معلومة مخفية. هو أصعب حاجة دلوقتي في الفترة دي هي وفرة المعلومات الزيادة. فهي يمكن زي ما انت بتقول، الفكرة ان احنا نوظف المعلومات دي بشكل صح، نوظف وقتنا والتولز اللي موجودة معانا ان احنا نستخدمها بشكل صح علشان نعرف نوصل المعلومة الصح. وتشيز اللي هياخدني للسؤال الثالث، اللي ايه اللي خلاك تفهم يعني ايه بلو زونز؟ ايه اللي خلاك بقى تطلع من الحتة دي والكومفورت زون اللي كنت فيها؟ هل هو احتياجك للفكرة انه تغطي او تكفر الفاينانشال نيدز بتاعتك فخلاك تروح للحتة دي، ولا كان هوس بحاجة تاني؟ لا، هو خالص بقى موضوع البلو زونز ده بالذات كان فولفيلمنت بالنسبة لي. اوكي.
was fulfillment لانه انا كنت شغال في الريل استيت يعني، وكنت لقيت نفسي فيها. انا اسست شركه في مصر، اسست شركه في دبي، سوري في انجلترا عفوا، مانشستر. وبعدين جيت بعد فتره عملت يعني ديل محترم في انجلترا، ورجعت هنا اسست ريل استيت. ريل استيت. فمن هوسبيتاليتي للريل استيت. ما هو انا عايز فلوس. اوكي. انا خارج من هوسبيتاليتي، ايه اسرع حاجه بتعمل فلوس؟ ريل استيت. ريل استيت او يعني ده اللي بيقولوه. ريل استيت اتز ريل استيت. الريل استيت بتعمل فلوس. بتعمل فلوس لناسها. اوكي. لناسها لانه لها ضحايا برضه. بس الناس، في ناس بتحبها، في ناس عندها باشن. انا ما كانش عندي، انا كان عندي كونسيستنسي، عندي مثابرة وجلادة وقدرة على التعليم وقدرة على ان انا اعمل حاجة ما بحبهاش لفترات طويلة لحد ما تثمر يعني. طب ما اللي انت بتقوله ده يمكن واحد من اهم اسرار النجاح اللي دايما الناس بتتكلم عنه. طب انت بقى في حاجة ارقى من ده، ان انت تكون حاجة بتحبها بجد بقى، زي الفلسفة اليابانية الايكيغاي مثلا. ففي فرق ان انت تبقى كمان ده البيربس اوف لايف بتاعك. تبقى حاجة، لأنه أدي لك مثال مثلا. أنا كنت بشتغل كده طول اليوم يعني. أنا أصلا لما جيت الإمارات هنا، بما إننا بقى بنتكلم عن النيرد، أنا كان عندي أسرار. قول الحلقة دي بلس 18. كان عندي فريق مثلا من 15 ايجنت، وأنا أصلا ما أعرفش. يقولوا لي جي في سي وجي في تي، ما أعرفش والله، ما أعرف هم فين. والله العظيم ما أعرف هم فين. أنا جاي فتحت خلاص. كنت بذاكر بالليل، افتح بقى المابس كلها والتولز اللي موجوده، وبروبرتي مونيتور كان ساعتها وما اعرفش ايه يعني. جبت التولز بادواتي. اوكي. فكنت اذاكر بالليل واروح ادرب الشباب الصبح اللي هم اقدم مني اصلا. والله اقسم لك بالله ده حصل، وبعنا وبقينا بروفيتبل. اوكي. وبعت بيهم، وبيجوا يسالوني مثلا لو انا مش عارف. لحد لما يسالوك انت كنتش بتبقى عارف لحد ما تذاكر لما هم يقولوا لك حاجات بقى. ما هو في ما انت بتحصل بقى، فاهم؟ كل حاجه بتذاكرها ما بتذاكرهاش تاني خلاص. نرد يعني نرد بس على كبر يعني. لما كبرت. الكلام دوت مش من كتير، الكلام ده من 5-6 سنين يعني. اوكي. ايه بقى اللي حركك ناحيه البلو زون؟ ان انا تعبت بقى. انا تعبت من كتر الضغط، الحياه والجري والاكل الغلط واللايف ستايل الغلط، ما اعرفش. تعبت خلاص، جالي اكتئاب. بقيت خلاص بعمل كل حاجه بصعوبه، وبعملها برضه عشان ايه يعني؟ الاكتئاب ما خلانيش انام في السرير. وبعدين لما لقيت نفسي بقى بتجيلي انكزايتي كده، بتوتر يعني. انت مثلا تبص لي وانا مش كده خالص، اقعد اقول هو اندرو بيبص لي كده ليه؟ ممكن يكون في حاجه. طب انا زعلته، طب اروح اتخانق معاه، طب ما اعرفش ايه. قلت بس ده كده هيس يابا. اوكي. روح لدكتور بقى. فرحت للدكتور يعني. حتى حكيت القصه دي قبل كده. رحت للدكتور، خدت انتي ديبريسنس، ادويه، فهدتني وسكيتت الدوشه دي وكل حاجه تمام. بس لقيت نفسي بقى بتخن، وبقيت بريد المشاعر، ولقيت ما بقيتش اروح الجيم مع اني كنت بروح الجيم وانا عندي اكتئاب. فتخنت قوي بقى، وظهري يعني كل حاجه فيها باظت تقريبا. هو الاوفر ثينكينج ممكن يكون مرض فعلا وليه اعراض يعني؟ عايز علاج، محتاج والله علاج. باكج. هو مش اوفر ثينكينج، لا ده مش اوفر ثينكينج. اوفر ثينكينج ان انت تقعد تحلل وتفكر. لكن قصدك ان الاوفر ثينكينج كان عرض زاد عن حده بقى. اوكي. يعني واحد بص لي افكر فيه طول اليوم، ليه؟ ده مش طبيعي، مش انا. غير ان انا متضايق، حزين يعني، عندي اكتئاب. او مش متضايق، عندي اكتئاب، مفيش موتيف يعني. كل حاجه بزق. فمش دي مش حياه اصلا يعني. بس عادي، كانت مرحله، ودي المرحله اللي ربتني يعني. دي المرحله اللي هي سبحان الله. المكافأة بتكون من بتجيلك ممكن في هيئة مشكلة أو مصيبة أو whatever، بس هي في الأخير نتيجتها كويسة. اوكي. بس فابتديت بقى أدور على حلول يعني. قعدت 2 اخد انتي ديبريسنس وشغال، بستمر، بس عمال أتخن بقى وصحتي تبوظ. أتخن وصحتي تبوظ، مش قادر أروح الجيم يعني بوفر الطاقة بتاعتي عشان أجيب فلوس بس لأهلي لقيت بصيص بقى من الامل ان انا ممكن ارجع تاني. ما انا عايز ارجع تاني، ما انا بحبني كده. انا راجل رياضي ومقبل على الحياه وكونفيدنت وحاجات كويسه كتير. كانت هي سبب اصلا نجاحي في الحياه كلها يعني. فانا افقد ده كان بالنسبه لي شيء كبير. وان انا رايح مكان انا اصلا بحب يعني بحب نفسي، مش غلط. لا مش عيب.
احب ادخل مكان كده فاهم الطاقه بتاعتي حلوه صح. روحي حلوه شكلي حلو ريحتي حلوه صح. فبقيت اروح انا خلاص كبرت راحت مني ده الإحساس بقى اللي أنت وزني 20 حسيته. كيلو 120 كيلو واكتر 120 كيلو. اكتر كمان ودهون يعني عندي انا بيج بيلد يعني بس فات مشي قد كده مش مبسوط فربنا وجهني بالصدفة لطريقة ما ليها علاقة بفحص الحمض النووي وليها علاقة برضو بالكشف على نواقل المستقبلات في المخ. اوكي. تكشف بقى انت ليه ممكن يجي لك اكتئاب جينيا وبناء عليه قدرنا نعمل فورمولا من فود سبلمنتس ناتشرال يعني ان انا بطل بيها الدواء وبطلت الدواء تحت اشراف طبيب وبعدين ابتدت الجاني اول ما انا ابتديت بطلت الدواء انا بطلته في 6 اسابيع. دواء الاكتئاب. ابتديت بس احسن ممكن الناس على تاخد طول. الكلام بتاع بطلت الدواء في المطلق. لا انا بطلت دواء الاكتئاب اوكي. تحت اشراف طبيب وخدت تمام. مكملات غذائيه وقطعته تدريجي تحت يعني كنت تقريبا كل يوم عندي مكالمه مع الدكتور بتاعي والحمد لله يعني الحمد ما اقدرش ده دواء اصلا ليه اعراض انسحاب خطيره يعني. أوكي. كان بيجيلي بليري فيجن وبدوخ ومش عارف ايه فلا انا ما بقولش لحد والنبي الله يبارك لكم. المهم ابتديت بقى احس ان انا برجع تاني ابتديت اروح الجيم ما اعرفش ايه قلت بس انا هو ده دي حياتي خلاص انا هشوف الناس اللي شبهي وهساعدهم وبقى في purpose of life بقى في هنا الحاجة اللي ناقصة حياتي كملت. بمعنى لقيت هدف. you find your why. لا الواي دي personal موجودة. أوكي. بس ممكن I found my why مجتمعيا. اوكي. يعني لقيت حاجة حلوة وبتجيب فلوس وبحبها وبفرح لما أعملها. بمعنى مثلا أنا ساعدت أندرو في مشكلة ما في الصحة اللي هي ما فيش أغلى منها فأنا خدت منه فلوس كتير عشان أنا الخدمات بتاعتي غالية وبس رجعت له حاجة حلوة فهو بقى يشكرني ويدعي لي فأنا اتبسطت. غير لما تبيع عقار أنت تبيع عقار بدم بارد ناس معاها فلوس بتعمل لها فلوس انت حبيت تشوف اثر اللي انت بتعمله بالزبط. راجع من الناس اللي انت عملت معاها الحاجة. راجع بقى في دعوة حلوة في حد فاهم صحته اتحسنت وزنه نزل ما اعرفش ايه وطبعا الموضوع بقى ما بينتهيش فاهم. بس ايه هي البلو زونز اصلا؟ يعني ايه بلو زونز؟ حلو قوي السؤال ده. البلو زونز دي 5 مناطق حول العالم. ال5 مناطق دولت موجودين في اليونان في جزيرة اسمها إكريا وفي كوستاريكا وسردينيا إيطاليا وإيكيناوا في اليابان وفي واحدة في أمريكا مش فاكر اسمها. اوكي. فأنا شفت لهم دوكيومنتري عجبني قوي ابتديت أقرأ عنهم عجبني قوي الموضوع. فإيه بقى الكومن ما بين ال5 مناطق دولت؟ ده كان سؤالي اللي جاي. لا ما مش عيب عليك خليك تسألهم. ايه الحاجة الكومن في ال5 مناطق دول؟ الناس بتعيش فترات طويلة أكتر من 100 سنة وكتير اكتر من 100 سنة وكتير وما بياخدوش أدوية ولا بيروحوا الدكاترة وعايشين في طبيعة كده جميلة. طب تفتكر ايه دي نوعية الاكل يعني ولا اللايف ستايل ولا هو بقى في أكتر من حاجة برضو مشتركة ما بينهم. احنا اتفقنا ان اللي مشترك فيهم الناس دي عايشة مبسوطة وصحتها كويسة. تمام وبيكتروا بقى. اوكي. طب ايه المشترك بينهم؟ اكل كويس. اوكي. يعني ايه اكل كويس؟ يعني اكل طالع من تربتهم ومن بيئتهم ومش مرشوش ومتنايل بنيلة لان هي كلها مناطق يعني مثلا في إكريا عندهم مزارع العنب وعندهم الحيوانات بتاعتهم وبيشربوا عسل معين وواين معين وما اعرفش ايه فكله وذن. هذه نقطة مهمة جدا وكلهم بقى مشتركين في كده. يعني هتلاقي مثلا في كوستاريكا كلهم بيربوا الأنعام بتاعتهم أو المشية بتاعتهم وبرضو الزرع من اللي موجود وكده. ما عندهمش الكوميرشاليزيشن أو البروسيسد فود وما عندهمش حتى الستريس بتاع المدن أصلا. اوكي. المدن اللي هي العواصم يعني والحاجات دي مفيش زحمة مفيش يعني زي أجدادنا كده بقى في الغيط مثلا أو على حسب يعني كل واحد جاي منين. في الجبل عندي في لبنان مثلا الناس تلاقي 80 سنة وفولي فانكشنينج يعني
هي نفس الفكره، بس دول حافظوا عليها بقى. مهم. دول المناطق الزرقاء دي حافظوا على اللايف ستايل ده، فحافظوا على طبيعه الاكل برضه. تمام. وبياكلوا حاجات بقى مختلفه، بياكلوا خضار وبياكلوا لحوم وبياكلوا بيتزا في سردينيا مثلا. فهو حتى مش دايت معين يعني. وفي اكلات مشتركه بقى بينهم، مثلا البطاطا البيربل، تلاقي التوفو في اليابان عليه عامل كبير مثلا، حاجات كتير. لكن مفيش دايت لا لا معين لا بياكلوا، مفيش نظام لا لا، معين. هم عايشين حياتهم، بس حياتهم عايشين حلوه. حياة عادية. اوكي. هي دي حياتهم، هم بياكلوا اللي موجود وعندهم تراديشنز وكده. فدي نقطه الغذاء دي اهم حاجه. اوكي. النقطه الثانيه بقى الحركه. مهم. الحركه بركه زي ما بنقول احنا في مصر، بس هي الحركه مهمه جدا. ان احنا كبشر، احنا يعني المفروض محتاجين جينا الطبيعه مم. قبل ما يكون بقى فيه العمار والراحه اللي احنا فيها والعربيات والانترنت ما اعرفش ايه. احنا جينا الطبيعه بقى عايزين نسرفايف. فتسرفايف ازاي؟ انت محتاج تمشي وتجري وتنط وتشعبط وتصطاد وتصطاد، صح. وتزرع وتقلع وما اعرفش ايه. طول ما انت بتعمل كده، طول ما انت جسمك عارف ان انت انسان شغال وفاعل، فهيقعد بقى يصلح فيك ويطلع لك عضلات عشان تقدر ما اعرفش ايه تمام. فاحنا بطلنا الحركه في المدن. انا عجبتني الحركة بركة. هي بركه فعلا. صح. فهم عندهم كلهم الحركه بيلت ان. محدش فيهم بيلعب رياضه. مم. محدش فيهم بيلعب رياضه. ما عندهمش جيمات. هم ولا جيم ولا دايت، ولا جيم. ولكن صحتهم زي الفل. فطره يا باشا. طيب ازاي بقى عملوها؟ هتلاقي إيكوريا في اليونان مثلا، اديك امثله عشان الناس تتصور معنا. يس. هتلاقي في إيكوريا كلها مطالع، فالناس بتمشي وبتركب عجل بوش بايكس، مم. وبيعملوا عندهم العنب، فبيقصوا العنب بايديهم ويطلعوا السلم وينزلوا السلم. حدائقهم بيعملوها بنفسهم. في اليابان ولاد لذينه، اليابان عاملين الطاوله مثلا يعني كده، اوكي. وعلى طول قاعدين كرفصاء، مم. والادراج بتاعتهم كده. فعندهم موبيليتي عجيبه. هم عشان خاطر يضمنوا الحركه عملوا كده، عشان هم مقدرين قيمه الحركه. مثلا تلاقي في كوستاريكا مثلا عندهم الخيل وبيربوا ماشيه وجو بقى كاوبوي كده، فبرضه عندهم الحركه. وين ما تروح بقى في البلو زونز دي في حركه. اوكي. فاحنا قلنا الاكل والحركة. كده. هل الحالة النفسية ليها عامل مؤثر؟ طبعا هو في 5 تاني، في شويه تانية. اوكي. هم 5. انا I'm willing to listen. تمام. عندك بقى حياه اجتماعيه مهم. سليمه، عندهم سبورت نتورك عجيب، لانه اللي بتوع العنب وبيصنعوا الواين وما اعرفش ايه بيعملوه مع بعض، وبيعملوا جاذرينج وكل اسبوع بيتقابلوا. وفي بقى جيران بجد بتوع زمان، بس هم موجودين لحد دلوقتي. اوكي. غير جيران دلوقتي، لو كل عيد ميلاد ولد ولا ما اعرفش يعني. وممكن يبقوا قاعدين أو- ما يعرفوش بعض. انا ما اعرفش حد الصراحه في محيطي خالص. ما تعرفش. ما اعرفش حد. لا. فهم عندهم السبورت نتورك دي، يعني برضو فطره جروبس. احنا اصلا كائنات اجتماعيه. وعندهم، او ما تفهمش بقى، هي ده اوت كوم ان حالتهم النفسيه سليمه. هي اكيد اوت كوم، بس هو برضو mentally they are stable. يعني ما عندهمش الستريس بتاعنا، وما عندهمش الكذا والكذا، وكلهم عندهم purpose of life، وكلهم عندهم دين. اوكي. انه حياتهم خلاص هم عارفين الهدف من الحياة ايه، عايشين بنفس الطريقة، عارفين مين اصحابهم مين قرايبهم، مفيش حد بيخون حد بالطريقة دي، مفيش حد بيعمل على حد مش عارف ايه. لا، هل السوشيال ميديا هناك برضو ممكن تكون مبوظة؟ ما شفتش بقى الدوكيومنتري مثلا من 10 سنين كده. اوكي. انا ان شاء الله يعني ربنا يكتب لنا الخير هروح اصور فيهم ان شاء الله باذن الله، نشوف بقى اتغيروا ما اتغيروش. بس هم داخلين في زي اتفاقيه كده ان هم ما يتغيروش. وفي واحده كمان ستة في امريكا بيأهلوها دلوقتي اذا كان تبقى بلو زونز او لا، او اعتقد تبقى بلو زون برضه في كندا. عفوا في كندا جديد. فباذن الله بزورهم. ونفسي في حاجه تانية بس مش هقول لك بقى عشان الفكره اوكي. بعدين. بس عايز اعمل حاجه شبهها في منطقتنا هنا. اوكي. ده اللي كنت مش هتقولي عليه، اصل ده السؤال اللي جاي. معلش يا جماعه، الاي اي ايجنتس خاربين. بص انا ممكن اقول. اتفضل. خبر حصري للنرد من الاستاذ طارق برجاوي. البلو زونز ديت هي كلها غريبه عنا. تمام. احنا عندنا هنا بقى في زونز تانية صفرة مثلا. يعني ايه زون صفرة؟ صفرة احنا طبيعتنا صفرة. في بلاد الخليج في رملة كتير، في مصر في صحراء كتير. اوكي.
وفيها واحات وفيها مناطق الناس عاشت فيها عيشة فطرية أقوى من بتوع البلو زونز، وبرضه ما بيعيوش، اللهم صل على النبي، وصحتهم أحسن وموجودين. وهتلاقيهم موجودين في السعودية، هنا في الإمارات، في برضه ناس عايشة على الفطرة القديمة، التمر والريسورسز البيئة اللي انت فيها بقى ايا كانت. ما هو انت ربنا خلقك في مكان وحواطك باللي ينفعك، فاهم؟ ففي كده في اليمن، في جنوب اليمن. فانا نفسي اعمل حاجه اسمها اليلو زونز، واشوف الناس اللي عايشه هنا في المناطق بتاعتنا، حتى في سيوه في مصر وفي غيرها، عايشين ازاي، ايه العادات الصحيه اللي عندهم، حاجه كده يعني. لو في مستثمر بقى يجي يفند مي وانا اعملها. اوكي. ولو حد سرق الفكره يا جماعه مش هيعرف يعملها زي ما انا اعملها. احنا بس مش عايزين حد ياخد الفكره، احنا عايزين مستثمر بس. طيب بلو زونز ويلنس نعم بتعمل خطه تغذيه ولياقه بدنيه و بيزد على DNA تيست، و فيها علم جدا. ممكن تشرح لنا الموضوع ده؟ ماشي. بص، هو دلوقتي البلو زونز دي الاصليين احنا عايزين نعمل لهم او عملنا لهم محاكاة. اوكي. طيب ايه الفوائد، ايه اللي احنا نقدر نطبقه دلوقتي في حياتنا بقى البيزي وفي ظروفنا اللي احنا عايشين فيها وضغط الشغل والاولاد والكذا والكذا، فاهم؟ بالظبط. احنا ما عندناش ظروفهم المحيطه اللي زي اللي عندهم. فاحنا خدنا الاساس اوكي. اللي هو الغذاء. اوكي. طيب الغذاء ده ممكن يبقى دايت بلان، ممكن تبقى personalized diet plan based on genes، ممكن تكون food supplements، ممكن تكون حتى سلاسل أحماض أمينية أو حاجات تانية. فأي حاجة لها علاقة بالانتيك بتاع البني آدم ده غذاء. فإحنا نضمن إن هو كل حاجة معمولة متفصلة للناس، بحيث إن هم ما يتعبوش حالهم في الموضوع ده، أو يعرفوا على الأقل يعملوا إيه وما يعملوش إيه. فأنت بتأيد فكرة إنه ما ينفعش دايت بلان واحدة تمشي لكل الناس. أنا مع فكرة إنه ميثودولوجي واحدة تمشي مع كل الناس. بس كل واحد هيكون ليه رياكشنز مختلفة على حسب طبيعة جسمه. اوكي. ومش عايز ادخل في الحتة دي قوي يعني عشان هتصير جدال، وانا مش دكتور، فانا بتكلم في حدود ماي اكسبيرينس، يعني خبرتي. احترمت جدا. وفي حدود تمام. فالغذاء بقى ايا كان بقى في الاخر اي حد تتعبه حاجة المفروض ما ياكلهاش. اند اوف ستوري يعني. فده اللي احنا بنقدر نوفره للناس. اوكي. وده بروتوكول اسمه AIP موجود، يعني مش موجود من زمان، اللي هو AIP اللي هو اوتو اميون ديزيز بروتوكول. اوكي. فده جزء منه. طبعا في ناس مثلا عندها عملت قص معدة، دي بتحتاج مكملات طول حياتها، لانه ما عندهمش الامعاء اللي عندنا، هم شالوا منها جزء كبير، فالامتصاص عندهم ما اعرفش ايه. ففي ناس محتاجه مساعده، والناس تاكل اللي هي عايزاه وتتعالج بالطريقه اللي هي عايزاه. يعني بلاش تطرف في الموضوع ده. قول لي ايه موضوع بلاش تطرف؟ تطرف يعني في آراء دلوقتي طبعا، في جدل مثار بقاله فترة، وفي ناس متطرفين اللي هو مثلا ده هو النظام ده بس هينفع. قصدك تطرف لنظام غذائي معين؟ بالظبط. او لوجهة نظر معينة في الغذاء، مع انه الغذاء يعني ده كل ده بقول لك البس كل يعجبك والبس اللي يعجب الناس، صح؟ صح. وفي تطرف، ما هو الواحد حر، انت ما تفرضش عليا انا اعمل ايه واقول ايه واكل ايه وما اكلش ايه. انا حر، انا هنا حر وهنا حر وهنا حر. انا بحب السمك اكل سمك. اوكي. عايز اكل محشي اكل انا حر. حلو. فما يبقاش في جهة فرض رأي على جهة، او انا لو يعني موضوع سخيف الصراحة. صح. بما انه والمغالاة في كل شيء سخيفة، والتطرف في كل شيء سخيف. بما ان فتحنا الموضوع ده ورحنا الناحية انا لسه ما كملناش البلو زونز. انا راجع للبلو زونز، بس احنا رحنا الناحية دي. ماشي. بس بما انه انا هرجع تاني للبلو زونز، بس بما انه رحنا للحتة بتاعة التطرف لرأي معين او التطرف لوجهة نظر معينة، حضرتك استضفت الدكتور ضياء العوضي الله يرحمه رحمة الله عليه. نعم. قول لي كواليس الحلقة وفيما بعد الحلقة، أو إيه اللي حصل معاك، خصوصا من الآراء المتطرفة يمينا ويسارا مع أو ضد. والله الراجل جميل، أنا حبيته جدا بسرعة. احنا ما عندناش اختلاف على الشخص، احنا لا نحكم على الشخص. ما هو ده بقى، ده هنا ده الخط الأحمر بالنسبة لي. أنا ما أحبش حد يتعدى عليه، لأنه توفاه الله لا يقدر على الدفاع عن نفسه. صح. الله يرحمه. واحنا مش بنتكلم فاللي بيتعدى عليه كشخص ده منه لله على طول.
لان هو ما عندوش يعني ما حدش هيرد او مكانه. حتى صح. وهو اصلا رده كان هيبقى وحش يعني الناس عارفاه يعني رده كان هيبقى كفايه هو الراجل كان عنده كاريزما وعنده علم وعنده كل حاجه يقدر يرد بيها على اي حد فلما مات هو لا يملك حق الدفاع عن نفسه انتقد بقى النظام ما تنتقدوش تعملوا ما تعملوش دي قصه تانية خالص فالكواليس انه راجل جميل قوي متعصب جدا لفكره مهم. ونظريته لانه مؤمن بيها جدا وما استفادش منها حاجه مم. يعني هو ما استفادش منها حاجه هو لو كان عايز يبقى ملياردير كان بقى ملياردير لان هو فعلا عبقري وكصديق يعني انا عرفته فتره قصيره 6 ويكس مثلا 6 أسابيع تقريبا او اقل شويه يعني من نص التاني في رمضان لحد ما توفاه والله وعملنا 3 حلقات مع بعض وانا حبيت الحلقات واستفدت منها جدا وحبيته هو لان هو كان بحس انه غلبان مهم. بحس انه هو عبقري وثابت ورغم ان هو عدى بازمات كتيره يعني منها الرفض والفصل والمش عارف ايه والناس كلها عارفه يعني وتشميع مع ان هو اتكلم في اكل ما عملش يعني برضه في ما اعرفش مش عايز يعني اخش في الحته دي بس في الاخير هو اكل ما حدش هيموت من قله الفراخ او كتره فاهم ما حد انا بس انا يعني هيجي لي نقص في عنصر التفاح يحصل لي ما اعرفش ايه في حتى ده كلامه يعني وكلامه طبعا مقتبس من الكتاب المقدس ربنا عفوا معلش انت صحح لي انه لما سيدنا المسيح طلب الرزق يعني او الغذاء طلب خبز بس صح طلب ساعتها خبز وسمك فقط تمام ما طلبش بقى ولا فراخ ولا بيض ولا عسل ولا يعني هو طلب ده صح بس يمكن ساعتها الموقف كان علشان هو كان في منطقة فيها صيادين وكان معاه جموع وما كانش معاهم غير خبز والطلب المنطقي انه معظم الناس في المدن الساحلية ربنا الذي في السماء اعطينا خبزنا حاجة زي طيب ما هو يعني فالخبز ممكن يكون عنصر غذائي لوحده لانه قمح وكامل طبعا هو كان ممكن يطلب اي حاجة يعني السيد المسيح يعني فطلب خبز ما طلبش بقى عناصر تانية ما اعرفش هتلاقي في الاسلام انه بدع لقيمات يقيمنا صلبك وان لو ما قدرتش يبقى تلت لبطنك وتلت لنفسك وتلت لمائك يعني. ماشي يمكن هي الناس اللي كانت بتتكلم على موضوع الخبز او ان الخبز ممكن يبقى مضر هم بيتكلموا على الخبز دلوقتي بعد ما الدقيق تحول انا فاهم دوت والقمح ما بقاش هو القمح انا فاهم ده كويس اللي هو القمح اكيد اتهجن وكذا وشالوا منه حاجات وما اعرفش ايه وانا باكل قمح حبه كامله ومستحيل اكل رغيف عيش ابيض تاني او البلد العادي ده تاني هو 3 مكونات ملح وميه ودقيق حبه كامله ومرتاح اعند بقى مع نفسي واروح اكل حاجه تانية عشان ما يجيش نقص في البيض ما علينا فكان اهالينا زمان هنا في بلادنا بياكلوا تمر ولبن لما اللبن ما كان بس بيتاخد اللي هو الحليب يعني كان اللي بيدرايف اللبن في الحيوان الاكسيتوسين اللي هو مرتبط بالولاده دلوقتي بيدوله ما اعرفش ايه وايه عشان خاطر يفضل يضر على طول وكده فاني ده مش موضوعنا برضو موضوعنا الاساسي انه ما حدش هيموت من قله حاجه معينه صح وانه الصيام صحه طبعا كلنا متفقين انه صوم تصحه صح صوم تصحه وهتلاقي برضو في الديانات الاخرى بيسيبوا حاجات عشان خاطر يس احنا السيد المسيح صام بنفسه علشان يعلم الناس الصيام فاكيد في امتنع عن الاكل فاكيد في هدف يعني هو ما فيش حاجه جت لنا من الديانات السماويه اعتباطا ودي حاجات موثوقه يعني موجوده وحصلت وفيها نفع وفي بقى الاوتوفيجي اللي هي الخاصيه اللي هي الالتهام الذاتي لما الجسم بيصوم فترات طويله وتلاقي بيقدر يصلح نفسه والخلايا القويه بتاكل خلايا ضعيفه وما اعرفش ايه والناس تقدر تبحث وتشوف الخلاصه ولا في غلط في ده ولا في غلط انت حر بلاش تطرف الراجل مات الله يرحمه
وانا بالنسبه ليا يعني هو الراجل ده كان يوصل لدرجه انه يقول لي ياض يا طارق، اتخض كده. انا كبير عيله وكبير شغل وكبير في كل حاجه بس هو يقول لي ياض يا طارق، انا كنت بتكيف كده كانه ابويا مع انه اكبر مني بسنه. ليه؟ عشان عنده كتير. انت متقبل انه بس منه والله. ودي شهاده انا مش هرجع فيها يعني، وصاحب فضل عليا، واتكلمت في الموضوع دوت مع الرجال فقط وما اعرفش ايه. فده كواليس فن، بنضحك، بنتكلم شويه في الدين، شويه في العلم، شويه في الحالات اللي بتيجي بقى. كان دايما الناس بتيجي من اللي اتعالجوا معاه وبيحبوه كده وبس يعني. وانا مقابلاتي معاه محدوده، بس الراجل اثر فيا لانه شخصيه مختلفه. خلاص حلو قوي. نرجع للبلو زونز. البلو زونز بقى احنا وصلنا للاكل، خلصنا حته الغذاء سواء بقى كانت مكملات او نيوتريشن بلانز او طيب في عنصر تاني، عنصر الحركه. اوكي. الحمد لله رب العالمين عملت كولابريشن مع شركه بنبعت فيتنس انستراكتورز للناس في البيت. اوكي. وبنبعت لهم ميل بلانز كمان على حسب جيناتهم بقى وعلى حسب الكويشنير اللي بيعملوه او كذا وكذا. فدي بقت إليمنت تانية جوه البيزنس بتاعك. هو كولابريشن يعني، احنا زي شيرد كوميونيتي. انا شفت احسن كيتشن بيعمل الكلام ده وهي نفس الشركه بتعمل فيتنس انستراكتورز في البيت، عندهم تراكس فيقدر يبعت التراك للفيلا بتاعتك مثلا يمرنك. اوكي. او لمجموعه من الناس او كده، والميل بلانز بتجيلك على البيت على طول. فانت بتوفر بعد الدي ان اي تيست والبلان تبقى مخصصه خصيصا لهذا الشخص. بالزبط. كمان فتنس بلان وميل بلان. بالظبط. اوكي. وعندنا بقى حته الاليمنتس التانية، في بعض الانيشيتيف اللي شاركنا فيها كمثلا سيفست ران ان دبي، ناس تتجمع بنجري بنلعب رياضه ما اعرفش ايه. ففي ابتدينا نبني في الكوميونتي. والاليمنت بقى الاخيره اللي هي الدعم بقى النفسي، بس دي لسه بنجهز لها يعني. اوكي. فهتضيفوا موضوع الدعم النفسي جوه البيزنس بتاعك؟ باذن الله. اوكي. بس اتس ongoing project يعني. عندي سؤال هيقلب الدنيا شويه. اتفضل. هل حضرتك بتاخد بيبتايدز؟ طبعا. يعني ايه بيبتايدز؟ لان Openly. في ناس كتير بتسمع، وانا نفسي واحد من الناس اللي بدور على اني صحتي تكون احسن، حياتي تكون احسن، ابقى شكلي احسن. بس مراعاة ان انا مش طبيب. اوكي. فانا اقول لك الاكسبيرينس بتاعتي. عشان كده انا سألت حضرتك هل انت بتاخد ده، واشرح لي تجربتك مع الموضوع بسرعة كده. في انواع من البيبتايد كتيرة مناسبة لحاجات كتير. اوكي. وفي هو يعني ايه بيبتايدز عشان الناس تفهم؟ هو بروتينات صغيرة. اوكي. احماض امينية. يعني احماض امينية سلاسل بتركب في بعض وبتقوم بوظيفة معينة، لا اللي جسمك بيعملها اصلا من الاكل بقى، من اللحمة ومن ماشي، من الاكل، من الغذاء يعني. هل دي ليها علاقة بالانتي ايجينج؟ طبعا. اوكي. طبعا ليها علاقة بالانتي ايجينج. فدلوقتي في نوعين موجودين في السوق. في حاجة اسمها ريسيرش جريد. الريسيرش جريد ده اللي هو بيتباع في الاونلاين وما اعرفش ايه دوت، بتاع قطط وفران. لا قطط، لا فران وارانب وكده. هروح لك لسؤال للموضوع ده، بس ريسيرش جريد وفيها تجربتك وبعد كده اعرف. ما انا بقى اقولها على بعض. لانه ممكن تلاقي بيبتايد ب$20 وممكن تلاقي بيبتايد ب$2000. انا شفت ناس بتشتري بيبتايدز من على التليجرام جروبس. بالظبط. فدي مشكلة كبيرة جدا، لان الحاجات دي ممكن يكون فيها توكسينز وممكن يكون فيها هيفي ميتال وممكن ما يكونش اصلا اللي انت بتشتريه اساسا. اوكي. تمام. دلوقتي احنا هنا ربنا انعم علينا في البلد اللي احنا عايشين فيها، انه في صيدليات تركيبات بتفحص هذه الاشياء وتعمل لها بيوريتي تشيك، وبتعمل لها تأكد ان ما فيهاش توكسينز، وتتأكد ان هي مش عارف ايه، في مكان مغلق يعني. اوكي. مراقب من الدولة. ودي يعني من الانيشيتيفز الجميلة اللي حاصلة هنا الحمد لله. الحاجة الصح طبعا جاية بقى في دكتور، لازم بريسكريبشن، لازم تطلع الحاجة بوصفة طبية من دكتور متخصص عارف البروتوكولز. هتبقى حاجة آمنة جدا، ولونجيفيتي مش يعني one of the methods، لأنه بتقدر أنت تدي أوامر صلح البشرة، الشعر، الجهاز الهضمي، الحياة الجنسية،
اوكي، فانت مع whatever استخدامها بس تحت اشراف طبيب او مش أو اي طبيب، مم. يعني طبيب متخصص، ودول قليلين جدا. ولسه في دورات بتتعمل، وفي دلوقتي دبلومز بتتعمل في امريكا وفي غيرها، وتجيبها من بلد تكون مراقبه. في عليها اشراف صحي. بالظبط، لانه برضو في ناس بتضرب ليبلز، ويعني انا مش عايز اكتر يعني في القصه دي. ماشي. بس it is good. انا جربتها، عملت بروتوكول طبعا، طبيب، روشتة وصيدليه. اوكي، وايه النتائج اللي شفتها فرقت معاك؟ والله حاجه جامده جدا يعني. اوكي. يعني اول حاجه نزلت في الوزن اسرع. يعني انا كنت كده بنزل، يعني انا فضلت انزل 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 انزل، وبعدين مستويات النشاط بتزيد، وحاجات بقى تانية يعني. حتى البشرة بتاعتي بتتحسن، شعري ابتدى يتقل شوية. طبعا دوت في ظل برضو وجود ان انا بروح الجيم اتمرن عشان اعمل عضلات، وباكل كويس، ماشي على نظام. لا مفيش حاجة سحر. مفيش. هو السحر الوحيد الحاجات اللي بتسد الشهية، ودي بتتباع في الصيدلية، الدكتور بيكتبها لك يعني، بتسد الشهية. بقيتها بقى كلها تيجي من عندنا، من اماكن يعني متخصصة. ايه اكتر معلومة صحية مغلوطة شايفها او سامعها في السوشيال ميديا الفترة دي وعايز تقول للناس اهدوا شوية؟ والله مش دوري، مش حتتي يعني. في حاجة مثلا انا ما بقولكش تنصحهم بايه الصح، ولكن في حاجة انا كنت بعملها. انا شفت جو روجن، وشفت ميل جيبسون، وشفت معرفش مين يتكلموا عن التي ار تي، اللي هو التستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي. انا راجل عندي 45 سنة، فقلت اجرب. ورحت برضو لطبيبي ما اعرفش ايه، واحنا ما بنشتغلش فيهم اصلا ولا لي علاقه بيهم يعني. بس انا كشخص قلت اجرب الموضوع، لقيته اوفر. بديك مثلا سايز، حجم عضلي شويه، بس لقيت الموضوع اوفر ريتد. ولما مشيت على نظام غذائي كويس جدا، واستخدمت بعض البيبتايد، ووقفت البروتوكول خلاص. انا دلوقتي مش محتاج استخدم بيبتايد، وصلت لهدفي وماشي على نظام غذائي كويس، وبروح الجيم، واموري طيبه. فالحمد لله. لو احتجت بعدين هروح للدكتور برضو بتاعي، واقول له انا دكتور عايز كذا، اوصل لكذا، اوصل له ازاي، وهيديني الموضوع، وارجع اكرر تاني، ما عنديش اي مشكله. فانت دايما مع فكره، وصحح لي، انت دايما مع فكره انه كل شخص على حسب هو احتياجه ايه لفتره زمنيه عامله ازاي، تحت اشراف طبيب، وبالشكل الصح، ومن المصادر الصح. 100%. وخد استرخص في اي حاجه الا صحتك. طبعا. حلوه دي، معلش قولها لنا تاني. استرخص في اي حاجه الا صحتك، دي نعمه من الله، وسهل ان هي تروح منك، وسهل ان هي تجيلك برضو. في ناس، انا الجيرني بتاعتي في الويلنس ابتدت من اكتر من 2 سنين. وكله موثق. ابتديت بالكذا، ووصلت الكذا، وما اعرفش ايه. وزني كان 120، بقى مش عارف كام يعني، بقى نزل بقى 115 و110، والمشوار باين بتاعي. عندك دوكيومنتد جيرني. بالظبط. انا بقى من رمضان غيرت النظام الغذائي بتاعي، فبقى اصبح كل شيء مدين لهذا النظام ايا كان يكون. وهو لا، انا ماشي رحله، وانا مش هجامل حد على حساب الحقيقه. أوكي. فهمتك. انا مش هجامل اي حد على حساب الحقيقه، ولا اخشى في الله لو ما تلائم يعني. ده انا مشيت. ارجع يا باشا شوف فيديوهاتي قبل ما تيجي تزايد عليا وتغالي وتعمل الافلام اللي انت بتعملها، وشغل ضحي بنفسك انت عشان انا ماليش مزاج وما اعرفش ايه يعني عيب. في ناس بتحكم على النتيجة اللي شافتها دلوقتي بيزد على معتقداتهم او اللي هم شايفينه، ما يعرفوش بالزبط الرحلة كلها كانت عاملة ازاي. لا، الرحلة كلها انا وصلت يعني. دليل الاول، انا اول لقاء بيني وبين الدكتور كان بعد ما اتكلمت عنه وحش، وفي رمضان. ده رمضان اللي فات ده يعني، احنا لسه طالعين من العيد الكبير يعني، ما بقالوش 12 ويكس ولا حاجة. فهو حلو وكل حاجة ومبسوط، بس مش معنى كده ان انا اخفس برحلتي. لا، انا موجود، انا من زمان وانا بحاول وبلاقي طرق، وفي طرق بتشتغل وكل حاجه صح. والا ما كنتش وصلت اصلا لموضوع البلو زونز، واللي انا شايفها رحله طويله عشان تعرف توصل لده. رحله طويله، ويعني الاصل فيها توفيق من الله. يعني الاصل فيها نيه صادقه، وترانسبيرنسي، شفافيه، ورحله انا مسجله. اصلا انا فاهم، مش جايب حد اي بقى، ولا جبت حد من بره يحكي لنا عنها. هل شايف ان الاي اي ليه دور، او طبعًا هيبقى ليه دور في بلو زونز؟ طبعا ليه دور كبير جدا 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 جدا. ممكن تستخدمه عندك في الشركه وفي المؤسسه بتاعتك؟ طبعا، حتما لازم استخدمه.
انا هستخدمه عشان يسهل شغلي، وهستخدمه عشان يفيد الناس وعشان يفضل يتطور ويبقى يعني ممكن بعدين يبقى في personal assistant عارفك وعارف جيناتك وعارف اكلك وعارف الباي ماركرز بتاعتك وعارف كل حاجه عنك عشان خاطر يقدر يفيدك. بس الموضوع طبعا it's a long term project، محتاج شويه وقت يعني وتراخيص وحاجات زي كده اوكي. وفند برضو. احنا دي تاني مرة هنقول احنا محتاجين مستثمر علشان ناخد دي للعالمية. باذن الله هتوصل. بإذن الله بإذن الله. انا عاجبني بصراحة انك مؤمن جدا بالفكرة اللي انت بتحبها وعايز تفيد الناس بيها. هسأل اخر سؤال، هل شايف ان ال AI خطر؟ انا لا، انا شايفه مش خطر خالص. هو انت هتستخدمه ازاي وهتستخدمه ولا لا. اوكي. بمعنى بمعنى انا بستخدم الاي اي عشان يوفر لي وقت، ولازم يكون عندي العلم اللي عنده، يعني حتى لو اتعلم منه ويوفر لي وقت ويجاوب لي على اسئله ويعمل لي بروسيسز وما اعرفش ايه. فانا لازم استخدمه عشان اتطور، ما استخدموش عشان خاطر مخي بقى يتيس. فهمت. ان انا لو لجأت له في كل حاجه انا هبطل افكر، فانا هبقى غبي. انت قصدك ان انا اطور نفسي من خلاله، اطور نفسي من خلاله واستخدمه الصالح، يبقى هو جندي من جنودي او موظف من موظفيني او whatever تول من التولز بتاعتي اتقدم بيها. وكل ما تمكن من استخدامي له كل ما هكون افضل واحسن. لا اعتمد عليه بقى في الكبيره والصغيره لدرجه تقول لك مثلا 6 في 7 وكم ما تعرفش تجاوب. اوكي. لان ده الريسك بتاعه. اوكي. بص يا باشا، كل حاجه موجوده، السوشيال ميديا، الاي اي، البوتاجاز، الغساله، كل حاجه ليها وجهين. صح. انت تستخدمها ازاي وتستفيد منها ازاي بتاعتك. اوكي. هل عايز تسأل النرد اي سؤال قبل ما نقفل؟ لا حبيبي، هو انا جاي اتسأل النهارده انا جاي اتسأل النهارده بس استمتعت والحديث مر بسرعه. احنا ما حسناش بالوقت خالص معاك، وكان نفسنا يكون الوقت اطول من كده، بس ان شاء الله يكون لينا اجزاء تاني وحلقات تاني معاك. تشرف. في حاجات كتير واسئله كتير بصراحه لسه. السؤال بقى اللي انا هسأله لك، هل انا نرد ولا عشان جبت 52%؟ لا بالعكس، انت نرد جدا وحلو، حبيت السؤال. احنا لو ما كناش شايفينك نرد ما كنتش بقيت على ترابيزه النرد. فاتشرفنا بيك، شرفتنا، ويا رب تكون الحلقة مفيدة جدا للناس، لأنه كان في تساؤلات كتير جدا، وأنا نفسي كان عندي أسئلة كنت عايز أسألها لك بشكل مباشر، واستغليت ده علشان نوصل المعلومات دي للناس. فشكرا إنك كنت متاح ووافقتنا واتكلمنا بكل صراحة. شرف لي. أهلا احنا اللي بيك. تشرفنا بيك، وشكرا جزيلا ليك.